نثرة جديدة للاتحاد العيسي، تم إقالة مدرب منتخب الناشئين الكابتن قيس. ليش أقلتوه؟ ليش عينتوا أصلا من البداية؟ تخيلوا هذا المدرب تعب ويروح من بلدة إلى بلدة، إلى جبل، إلى صحراء، إلى وادي، يختار لاعبين. بعد هذه الفترة كلها يقولون له روح تعال يا سامر. طبعا كل الاحترام والتقدير للكابتن سامر، برغم انه فشل في الفترة الماضية لكنه يعتبر مدرب جيد ومن المدربين الجيدين في اليمن. لكن مجهودات الكابتن قيس للمرة الثانية يتم إقالته قبل البطولة، والله عيب. وأنا متضامن بشدة مع هذا المدرب. مدرب قيس هو أول مدرب حقق إنجاز للمنتخبات الفئات السنية لليمن بكلها، ويتم معاملته بهذه الطريقة. وتخيلوا اتحاد كرة القدم ينزل الخبر آخر الليل، آخر الليل عشان قسطهم ما يعملوش ضجة. لا، الناس الآن عارفين وبنفعل ضجة، والناس واليمنيين والرياضيين لن يسكتوا على هذا المهزلة. أنا متضامن مع الكابتن قيس، وأتمنى من الجميع أنه، وأعتقد ما فيش رياضي يمني، لأنه إيش؟ لأنه اتحاد كرة القدم قرر إلغاء وإقالة المدرب بدون توضيح أي سبب. والكابتن قيس من احترامه وطيب نزل في صفحته يتكلم بأن هذا تمثيل الوطن أي وقت وأنا مستعد وكذا وكذا وكذا. لم يتذمر ولم يشتكي. هذا ما حبيت أن أوصل لكم، وأتمنى من الجميع أن يتضامن مع الكابتن قيس، لأن هذا الاتحاد العيسي مجنون. الاتحاد العيسي مجنون، ما نعرفش ايش اللي بيمشي عليه وايش بيفكروا وايش اللي يشتهوا بالضبط. كل التضامن مع الكابتن قيس، ونتمنى انه ما يتاثروش اللاعبين وما ما يتاثرش المنتخب في المشاركات القادمه. تحياتي لكم.